بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. معاكم بدر الدكرور من كتاب المنصورة. إن شاء الله هنشرح عمل ترخيص أو يوزر الكاش اللي هو سبيدر كاش اللي بيكيش الميديا. هنشوف إن شاء الله الموقع أو السايت أهوت سورس بروفايد. تمام، ويجي لك الموقع كده بالطريقة ديت إنك تعمل إيميل. تمام كده يا جماعة، اهوت هسيب لكم الرمز بتاع السايت أو الصفحة بتاعة الإيميل اللي هنكمل بعد مرحلة الدخول أو تسطيب النسخة. بعد ما تسطب النسخة بيجي لك بالمنظر ده، هيقول لك ده الرقم الكي بتاعك أو المفتاح إنك هتعمله عن طريق اللينسز اللي احنا هنجرب نعمل 50 كلاينت أو ينزل مجاني لمدة سنتين بس ب50 كلاينت بس. فهنجرب مع بعض النظام الكاش دوت. فبعد ما بضغط بعمل الإيميل هنا وأسجل إيميل على الموقع بتاعهم ويخلص، برجع تاني للموقع أو الصفحة بتاعتي بتاعت السيرفر واكتب 192.168 زي ما كملنا مع بعض، وعملنا الاي بي بتاع الدخول للسيرفر 99.99 وتدخل في 8480 البورت بتاع الدخول، واليوزر نيم والباسورد بتاع الدخول ادمن. اليوزر نيم والدخول ادمن يا جماعه. طيب تمام، بعد ما نخلص نيجي على موضوع الكارت هنا، اقول له اضافه اللي هو اضيف كلاينت، ان هضيف المفتاح ده او ادوس هنا، يعني اضغط هنا او اضغط هنا. تمام، نكون احنا واخدين المفتاح ده كوبي، يعني اقف عليه كده تكتين واقول له مفتاح كوبي اهو يا جماعه، وارجع تاني للسايت. طبعا عملنا الايميل، هيقول لك يدخلك، يقول لك دخل الايميل والباسورد بتاعك وندخل. تمام كده يا جماعه، دخلنا اهوت. هنضيف المكان، نختار كلمه لينسز ديت ونختار طبعا اللغه انجليزي اهي، نختار لينسز. بعد كده يقول لك اختار الكي او المفتاح، هنختار طبعا الاكتف، وهي نفس الكلام اكتف مفتاح برضه نختار ننزل اكتف. وهنا يقول لك عايز النسخه تكتف على ايه، ممكن اقول له على النسخه بتاعت سبيدر ديت، لان برضه معاهم كذا برامج تانية في نفس السيرفر بتاعهم او السايت. تمام، هنا انسرت كي ان انا اضيف المفتاح، هقول لك ضيف المفتاح اللي احنا خدناه كوبي، هنقول له باست هنا اهو كده يا جماعه. كل اللي نعمله نختار كلمه نيكست ونستنى. قال لي معاك الليفل 1 اب تو 250 كونكشن 1 هارز، ده المفتاح بتاعك اهوت، ونقول له اللي هو ليفل 1 يا جماعه اهو. طبعا هغير في الليفل والحاجه عشان ميبقاش العرض ديمو اهو. هنختار ليها فري اب تو 50 كونكشن يا جماعه، اللي هو اللينسز نختار اهم حاجه نختار ده اللي هو الفري 50 كونكشن. طبعا انت لو اخترت الاب اعلى والكونكشن اعلى هيديك وقت معين او فتره تجربه شهر. فاللي عاوز يجرب بكونكشن اعلى هيختار اي ليفل فيهم وهيديك تجربه شهر. فاحنا لو خدنا الفري 50 كونكشن هيدينا لمده سنتين، فنختار اللي هو بتاع سنتين. ونختار تحت اهو بيقول لك هنا عاوز شهر او شهرين 3 6 سنه سنتين، هنختار سنتين. تمام كده يا جماعه، ونقول انسرت كي. تمام كده يا جماعه، احنا كده معانا المفتاح، جاب لك النسخه وليفل 9 وظبط لك كل حاجه واداك 50 مفتاح، وجاب لك بيانات السيرفر بتاعك اللي انت شغال بيه اهو. دي بيانات السيرفر اللي النسخه كانت عليه، وده اسم السيرفر اللي احنا سميناه اهو كده يا جماعه اهوت، اللي هو اداك الهوست، عملنا بيه هوست مع الاي بي بتاعنا اللي احنا كتبناه كده، يفتح لك الهوست بتاعك، هي نفس بيانات السيرفر. تمام، بيديك المهله او الانستول بدات امتى والتاريخ الاكتف امتى، تمام، وهينتهي امتى. هقول لك انت سطبت النسخه يوم 25 واكتفتها يوم 27. انا سطبت النسخه يوم 25 واكتفتها يوم 27. تمام، نقول هنا نيو، اختار برضه سنتين. تمام كده يا جماعه، نختار برضه نيكست المفتاح، يقول لك ليفل اب 50. طب عشان هنرجع باك هنختار اللي هو برضه كونكشن 50 فري اب.
مننساش برضو النقطة ديت مهمة جدا يا جماعة، نختار اللي كلمة 50 برضو فري كونكشن، نكمل اللي هو ايه الليفل اللي احنا عايزينه زي ما انت عايز في التجربة بتاعتك، زي ما انت عايز تختار. هنقول له كونكشن برضو الفورمة اهيت. تمام كده يا جماعة، النسخة اتاكتيفت اهيت معانا، وكده خلاص نعتبر النسخة معانا جاهزة. طيب تمام كده يا جماعة، نرجع بقى للسايت بتاعنا تاني. قال لي خلاص اللوحة راحت اهيت والنسخة اتاكتيفت، ننزل بتاعها تاني اهو. تمام كده يا جماعة، ما عادش بتيجي هي بتاعت اللينسز، يعني خلاص النسخة اتاكتيفت معانا. لو في أي أبديت طبعا فينا بقى لو انت عايز تشوف الخصائص بتاعته، هنشوفها واحدة واحدة مع بعض في الدرس القادم مع ربط السيرفر مع الماكروتك، ونجرب نظام التكييش بتاعه ونشوف النظام بتاعه يكون شكله عامل ازاي والشغل بتاعه عامل ازاي. شكرا ورحمة الله وبركاته، في الدرس القادم ان شاء الله.